يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى واجمل متابعين في الدنيا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى يا حبايبي النهارده نعمل وحش الشتاء. وحش الشتاء يا صافي، ايوه. وحش الشتاء. مش انت وحش الشتاء بقى يعمل عامل ملفوف ولا ايه؟ شايفين الجمال يا جماعه؟ بيدفي القلب والروح، حاجه كده ايه فاخر من الاخر. هو ده. شايفين الجمال؟ بصوا بصوا بقى المحشي والجمال وحلاوته، يا سلام يا سلام عليه في البرد اللي احنا فيه ده. تعالوا بقى نشوف عملنا القمر والعسل والسكر الملفوف ده ازاي. عندنا هنا كرنب يا حبايبي، جبتها من الزرع على هنا على طول بالندى بتاعها. جماله يا جمال. شايفين الورق بتاعها عامل ازاي؟ حاجة كده ايه، عسل عسل. بصوا، هو ده. تجيب الكرنبة الورقة الناعمة، هقول لكم بقى الكرنبة نجيبها ازاي. نجيب الكرنبة الورقة الناعمة والخضرة الجميلة الطازة دي، جبتها من الزرع دلوقتي، نزلت جبتها من الزرع، قطعتها وجبتها علشان اعملها عشان حبايبي الحلوين الامارات اللي وحشوني ووحشهم المحشي بتاعي. بصوا بقى يا حبايبي هنقطعها بقى ازاي. هنقطعها مع بعض، نشيل الورق ده كله اللي ملوش لازمة اللي فوق ده. بصوا بقى معايا، هنشيل كل الورق الاخضر ده ونخليها بالفستان الجميل اللي تحت ده. يا جميل، وبصوا بقى. ايوه كده. شفتوا؟ ما خليناش فيها غير الورقه البسيطه اللي فيها خضار بسيط خالص خالص كده. وهندخل السكينه كده في الراس بتاعتها جنب الراس كده، ونلف جنب الراس كده كلها في بعضيها. ما تجيبيش الكرومبه اللي هي الجامده المدكوكه قوي. لو جبت الكرومبه الجامده المدكوكه خالص 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 دي، بتطلع ورقها مش حلو خالص من جوه كده. طلعنا بالراس عروسه الكرومبه من جوه ازاي. خلصناها وطلعنا منها كلها مره واحده. ليه بقى؟ لانها خفيفه من جوه، مش تقيله ومكسره. عندي الحلة صغيرة ما تخافيش، عندك حلتك صغيرة ما تخافيش. هنقطع الكرومبة 2 أو ممكن نقطعها 4. نجيب كده ونجيب كده. فأنا قطعتها 2 بس لأن يكون الحلة واسعة شوية، فقطعتها 2. لو حلتك ضيقة شوية كمان اقطعها كمان من النص التاني. يبقى هتقطعها ايه، 4 تربع. وهتطلع معاكي عسل ومظبوطة، ولا مهرية ولا أي حاجة. عندي حلة هنا، بصوا الحلة بتاعتي النهاردة كان بقى حلالنا كلها صغننة، يعني كل عروسة حلها صغننة. مش لازم تجيبي بقى حلة كبيرة عشان تعملي الكرومبة بتاعتك، قطعي على قد الحلة اللي عندك. بصي بقى، انا نزلت بالنص بتاعي في الحله. ولو حلتك صغيره قطعي الكرنب 4 تربع. 4 تربع بتبقى جميله خالص خالص خالص، وبتنزل في الحله وبيطلع الورق بتاعها حلو خالص، ولا مهري ولا اي حاجه. بس ايه بقى، تاخدي بالك بقى اول ما تنزل في الميه يا دوب ريحه ميه، لان الكرنب بتبقى طازه لسه جايه من الزرعه خالص. فما بتاخدش نار خالص معاكي، يا دوب الميه سخنه تنزلي وتطلعي، تنزلي بالكرنب تطلعي بيه بسرعه بسرعه. في الميه الايه، في الميه البارده. انا بحطه على الصينيه كده يا حبايبي، وبنزل بيه تحت الحنفيه كده في الميه البارده، بيبقى عسل. والنص التاني خلاص هغرقه في الميه السخنه، وبسرعه بسرعه هطلعه، ما هياخدش معايا اي وقت خالص. هقلبه على اليمه التانيه واطلعه. وبكده يا حبايبي الكرنب بتاعي خلاص، يعني مش خد وقت ولا خد اي حاجه خالص. هنعمل ايه يا حبايبي؟ الملفوف. في ناس حبايبي وامارات وتعسلات بيقولوا اسمه الملفوف. شايفه؟ طلعت مره واحده. ليه؟ لان الحله سخنت وخلاص، ما خدش وقت خالص، هما مرتين 2. نزلنا بالكرنبة بتاعتنا والموضوع انتهى على كده. هننزل بقى ايه يا حبايبي، نعمل الايه التسبيكة بتاعت الكرنب بتاعتي، تسبيكة جميلة. بصوا بقى على التكات والحركات والحاجات اللي هنا كده. بصوا، عندي شوية من زيت. انا بحب اعمل يا حبايبي في الشتاء كمان بالذات المحشي بتاعي بالزيت. المحشي بالزيت بيلمع كده وبيبقى جميل معاكي وما بيلزقش كده، ويبقى ايه، لازم يكون في اللمعة الحلوة بتاعته دي بالزيت. عندك اي نوع زيت اعملي بيه المحشي. نزلت بالبصلايه بقى الكبيره الجميله دي. لازم بصله الكرنب كده تكون ايه، تكون كبيره كده، ما تكونش صغننه كده. معناها عارفين البصل غاليه صافي، بس هنعمل ايه بقى، لازم يعني ايه، نغذي انفسنا كده، نتغذى. ايوه، مش اكله محشي ولا ايه؟ اما اقول لكم ده الوحش بتاع وحش الشتاء ده، وحش الشتاء يا حبايبي. ايوه والله وحش الشتاء. بصوا، هو لا اما بتنجان لا اما كرنب، ادي حاجات اللي بتدفي دي. ساعة ما بينزل بقى على الصينية كده من على النار، بيبقى يقول كلوني كلوني وبتسيبوني. حبايبي الغاليين. بصي يا حبايبي، وكده خلاص البصلة بتاعتي اصفرت. هنزل بالطبلوطة بتاعتي كده اللي مسبكاها وخلصها بقى عاملاها. هنزلت بيها على البصلة بتاعتي، وكمان عندك قوطة تاني هنزل كمان بيها، لان ايه، تسبيكته لازم تكون كتيرة كده ومتغذية كده وقمر كده. وهنزل بقى بمعلقة من السكر،
ومعلقة من الملح والفلفل الأسمر والبهارات بتاعتي بقى فوق ايه، فوق التسبيكة بتاعتي الجميلة دي. شوية كمون، شوية فلفل أسمر، ملح، كل البهارات اللي عندك انزلي بيها، إيه البهارات اللي تحبيها، اللي تحبيها انزلي بيها. أيوة طبعا هو المحشي أصلا بيحب البهارات، فالبهارات اللي عندك يا حبيبتي مش هقولك بقى. وعندي فروخة هنا حبيبة قلب الفرخة بتاعتي، أنا كنت متبلاها بقى ومظبطاها كده ومخليها ورد كده من ايه، من قبليها. قطعتها بالليل وسبتها في التلاجة متبلة، بصوا التتبيلة بتاعتها باينة عليها اهي. هعملها ايه، ولا هشويها ولا هعمل فيها، هشويها على البوتاجاز من غير اي فرن ومن غير اي حاجة خالص. فراخ المشوية من غير فرن، من غير ايه يا حبايبي فرن. سبت الحلة بقى على النار سخنت كده، وخدت صدمة للفراخ، عملت صدمة للفراخ كده ايه في الحلة. بس كده، ولا حطيت عليها اي حاجة خالص، ولا ضفت عليها مية ولا اي حاجة خالص خالص خالص. نزلت بالفراخ عملت لها صدمة كده في الحلة السخنة، وهقلبها تقليبة واغطي عليها واسيبها بقى تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها كده من غير ايه، من غير ما اتدخل فيها. هقول لها مع نفسك يا حبيبتي خليكي بقى ايه تستوي على راحتك. تمام يا حبايبي يا حلوين. كده فراخي بقى على النار كده وموضوعها انتهى كده معايا. متبلاها من بالليل، عملت التتبيله بتاعتي الجميله اللي بعملها. البصل والفلفل الاسمر والكمون وبهارات الفراخ وبهارات حاره وبهارات بارده بتاعت الفراخ. وانا ما بحبش احط فلفل على على البهارات على تتبيله الفراخ يا جماعه. تمام، واللي ما بيحبهوش. والحاجات بتاعتي وتبلتها وسبتها بقى للصبح في الليل في التلاجة. تعالوا بقى للكرنب اللي احنا سلقناه مع بعض. هنعمل فيه ايه يا صافي؟ مش هنقطع بقى واحده بواحده، وان انا اقطع في الورق طول اليوم وجوزي يجي يزعق لي وانت لسه بتعملي في المحشي، انت طول اليوم بتعملي في المحشي والكلام ده كله. لا لا، سريع سريع يا بنتي يا صافي عشان نخلص ايه من المحشي ده بسرعه بسرعه بسرعه. ويجي جوزك بقى يلاقي عامل المحشي في ثواني يقول لي مراتي شطوره وعسوله. طبعا لازم تكون شطوره وعسوله كده وايدك خفيفه فيه. ورصيت الواحد الورق على بعضه كده كله كمية واحدة، وقطعت التقطيعة الجميلة دي. شوفوا التقطيعة دي كله قد بعضه، مفيش تقطيعة صغيرة وتقطيعة كبيرة، كله قد بعضه. شايفين بسهولة؟ أهم حاجة التقطيعة في الورق بيبقى معاكي مظبوط وجميل، وتقطيعة ايه، والورق طالع العروق طالعة لوحدها زي ما فيهاش أي حاجة. شايفين التقطيعة الجميلة دي؟ يا بنتي يا جمال يا جمال، أيوة كده. تحشي بقى وتاخدي بسرعة منه، ولا يكلفك حاجة ولا وقت ولا أي حاجة. بسرعة 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 هتحشي المحشي بتاعك من غير أي وقت ولا أي مجهود. مش هنقعد بقى طول اليوم نعمل ورقة بورقة ونجيب الورقة دي نقطعها ونجيب الورقة دي نرصها ونعمل قصص ومواضيع من غير حاجة. في سرعة بسرعة خلصت الورق بتاعي وقطعته. تمام يا حبايبي يا حلوين. وحشيت بقى المحشي بتاعي كده بسرعة بسرعة. شايفين الورق لما يكون متقطع صح بينجز معاكي وما بتاخديش وقت فيه ولا اي مجهود ولا اي حاجه خالص. بحشي بقى شويه كده من الورق الاخضر كده الاول اللي هو ملون ده، مش اخضر قوي يعني. والعروق اللي انا قطعتها رصيتها في ارضيه الحله. تمام، علشان المحشي بتاعي يطلع جميل كده وزي العسل كده وبيبخر كده وريحته جميله. وانتوا عارفين بقى التسبيكه بتاعت المحشي بتاعي. سبكت التسبيكه الجميله دي، وجبت بصله نيه كده فرمتها زي ما قلت لكم، التكه الحلوه اللي بتخلي المحشي بتوديه في حته تانية خالص. البصله اللي بعملها بالفلفل الاسمر بالكمون وارميها كده ايه نيه على على التسبيكه بتاعتي. تمام يا حبايبي. انا شلت شويه من التسبيكه علشان اسقي بيهم المحشي، لان انا بحب اسقي المحشي بالشوربه تكون حمراء ما بتكونش بيضه. ليه؟ لان البيضه بتحمر المحشي، بتبيض المحشي معايا. حتى لو المحشي الرز بتاعك ابيض شويه، فالتسبيكه انا بشيل يعني جزء كبير من الطماطم من الصلصه، بحطه على الشوربه، اضيفه على الشوربه واسقي بيها المحشي. وبحشي بقى بسرعه 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 كده. بحشي المحشي بتاعي ما باخدش اي وقت ولا خد اي مجهود معايا، بسرعه عملت المحشي ما خدش ثواني. والله يا بنات انا بعمل المحشي ما بكملش ساعه فيه، ساعه بجد. انا المحشي ده يعني سريعه، مش هقول لكم بقى حاجه اكبر من سريعه، فيه سريعه بجد. بعمله بسرعه. ليه؟ بحط الحله ده على عين والحله ده على عين لو عندي فراخ او عندي بط او عندي حاجات من دي بحط على العين التانية. فبسرعه بعمل المحشي بتاعي، ما باخدش بقى معي، ما بحبش اعمل بقى من الليله واسلق من الليله. في ناس بيعملوا كده بس انا ما بحبش اعمل كده. انا بحب اعمل حاجه بتاعتي طازه كده. الاخر تيجي تاكلي بقى من على النار المحشي بتاعك، تلاقيه سكر كده نازل معسل كده لانه طازه لسه مسكر كده ولسه انت عاملاه. وما بحبش، بصوا انا في حاجه بقى ما بحبش اضيف اي حاجه في السلقيه بتاعه الكرنب. سبحان الله كده، تقولوا لي بقى ملح، تقولوا لي كان، تقولوا لي ماني، انا بحب الكرنب بتاعي يطلع بالسكاره اللي هو فيها. يعني مثلا كرنب جاي مسكر بيطلع مسكر معايا، تاكلي الورق تلاقيه مسكر كده وجميل مسكر مع الحدق بتاعه، بيبقى طعمه لذيذ خرافه.
وكده خلاص خلصت كمية المحشي بتاعي، وضفت الشوربة شوية من الشوربة، كان عندي شوربة في الفريزر ضفتها على الطماطم التسبيكة اللي فاضلة عندي، وهسقي بقى المحشي بتاعي السقوة الجميلة ديت، وهيطلع معايا قمر قمر قمر. شايفين يا حبايبي؟ بصوا الشوربة جميلة ازاي. واضيف الشوربة بتاعتي، مش هعلي الشوربة قوي، يعني هخلي صوابع المحشي باينة كده من الحلة، مش هسقي قوي عشان ما يتعجنش معاكي. لازم تخلي الرصة الفوقانية دي كلها باينة من المحشي. تمام كده. وكده سقينا المحشي بتاعنا وهنطلع بيه بقى على النار. بصوا الجمال بقى، بصوا ايه ده. شايفين الشوربة طلعت خالص، لو زودت شوربة عليه هيتعجن منك ومش هيبقى كويس. كده جميل. والشوربة هتجيب اللي فوق هيجيب اللي تحت وكله هيغلي مع بعضه بالطريقة الجميلة دي. ويا ريت تكشفي الحلة شوية وهي بتغلي كده عشان البخار كله يطلع، لو فيها شوربة زيادة بتخرج كده مع البخار. كده بقى خلصنا المحشي بتاعنا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، عاوز الاكل بس. والله العظيم جبت طبق وبقيت القط القط القط. ما انا بحب المحشي يا جماعه، اعمل ايه، بحبه. شايفين بقى الجمال. كوب يا بيت يا صفا على الصينيه كده. يلا يلا بقى، يلا يلا يلا، ها. يلا الجمال ده كله يا جماعه، الجمال ده كله لازم يتاكل اكل. يلا. الولاد مستعجلين قاعدين في الصاله ومستعجلين. يلا يا ماما يلا يا ماما، هو سخن. بيحبوه سخن قوي. بصوا بقى. والفراخ بتاعتنا عملتها كده ودخلتها الفرن بعد ما طلعتها من الحله من على النار. شويتها في الحله من غير فرن ومن غير اي حاجه خالص. في الحله كده تسيب الفراخ في الحله، ويا جماله يا جماله يا جماله. ده عقلي راح معايا يا جماعه. نورتوني حبايب قلبي.